العائله، كي دايرين الحباب الاصدقاء المهمات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. عواشركم مبروكه باش ما تمنيتوا ان شاء الله مع قرب عيد الفطر ان شاء الله. غادي نشارك معكم واحد الحليوه ديال اللوز اللي كتجي زوينه بزاف، والمبتدئين اللي عمرو ما صايب هذه الحلوه ديال اللوز غادي يصايبها بواحد العجينه اللي كتجي رائعه، والعقده حتى هي بواحد النكهه اللي كتجي زوينه بزاف. غادي ندوزو المقادير ونوريكم التفاصيل كيفاش كيتجي هاد الحليوه هذه. انا حضرت جوج اشكال ديال هاد الحليوه هذه ديال اللوز، تقدروا تحضروا شحال ما بغيتوا نتوما، الشكل اللي عجبكم تخرجوهم، راهم كيجيو زوينين. غير الكيلو ديال اللوز غتخرجوا بزاف ديال الشكيلات على حسب نتوما اللي بغيتو. هنا انا كملتها ودرتها في السوبيره اللي غيديها مولاها. انا خدمتها كوموند هاد الحليوه هذه. هنا عندي العقده ديال اللوز، عندي اللوز، خديت كيلو ديال اللوز اللي فسختو، حيدت له القشره صافي، وديته عند هذاك اللي كيطحن. انا طحنته برا في الزنقه عند اللي كيطحنوا، ما طحنتوش في الدار حيت في الدار ما كتجينيش بحال هذا الشكل هذا. ودرت كيلو ديال اللوز، كديروا معاه نص كيلو ديال السنيده. كيلو ديال اللوز كديروا معاه نص كيلو ديال السنيده صافي، وكتخلطوا الكل وكطحنوا عند العطار او تخلطوا او طحنوا عفوا في الدار اللي بغيتو. هنا غادي نبداو نتبلوا هاد العقده ديالنا اللي كتجي على هاد الشكل. كنديروا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده على هاد الشكل، وكنبقاو نديو نجيبو في هاد اللوز ديالنا. من بعد غادي نزيدو الشيء الاخر. هاد العقده هذه ضروري تكون مطحونه مزيان باش تولي لكم يعني بحال العجينه. قد ما نتوما كدلكوا فيها وهي كتنطلق وكتولي لينه، ضروري شويه من الدلك تدخلوا فيها داك المعلقه ديال الزبده باش كتفتيها وكتجي رطبه على هاد الشكل. ما بقاش داك الزبده كتبان ليا صافي. غادي نزيدو المزهر كتخدموا على حسب عينكم ميزانكم حتى كتولي عندكم العقده مطلوقه يعني رطبه. انا درت 2 معالق في الاول، وغادي نبقى ندلك عاوتاني ونزيد. الا بان ليا العقده ديالي بانت ليا ناشفه غادي نزيد ليها المزهر. وانتم كتخدموا وانتم كتدلكوا. هنا زدت 2 معالق اخرين يعني 4 المعالق ديال المزهر. انا وريتكم بصبعاني 4 المعالق ديال المزهر، المعالق كبار. هذه هي العقده ديالنا، شوفوا معايا كي كتجي رطبه ولينه. 4 المعالق ديال المزهر مع معلقه كبيره ديال الزبده. انا عندي هاد العجينه هذه كانت عندي الصراحه كانت عندي في المجمد. هاد العجينه هذه فيها 4 ديال الزبده، كيلو ديال الفرص، وشويه ديال الملحه، واحد الرويس ديال الملحه، واحد شويه وصافي، وواحد راس معلقه ديال السكر كلاصي صافي. كنحكو داك الزبده في داك الدقيق وكنعجنوها بالمزهر ونكملوا بالماء. المهم المزهر والماء غير شويه، كنديروا شويه المزهر والماء كنديروا بحال كنديروا 4 كاس د المزهر او نص كاس د المزهر، وكنكملوا بالماء باش كتعطينا داك النسمه ديال المزهر في العجينه ديالنا صافي. وكنخليوها عندنا كنطلقوها بحال هكا. انا كانت عندي في المجمد الصراحه ما خدمتهاش. تقدروا تحضروها وتخليوها في المجمد وتبقاو تخدموا بها صافي. هنا كنكور الكويرات على حسب السمك اللي بغيت انا صافي. وكنجمعوا العجين ديالنا وكنحيدوا داك اللي فائض، داك العجينه اللي شايطه كنحيدوها. انا طبعت بهذا الطابع هذا اللي كيجي رائع، كيجي من الوسط خاوي ومن الجناب عامر كما كتشوفوا. ومن بعد غادي نعمروا داك البلاصه اللي خاويه باللوز افيلي او شي عقده او اللي كان عندكم كتعمروا به. غادي ندوزو لهاد المرشمه هذه ديال الشهده. هاد المرشمه هذه هي الشهده وفيها فرفره، فيها 2 ديال الشكيلات. غادي نكمل معكم. ضروري ديروا الدقيق حيت الا ما درتوش الدقيق راه كيتلصق لكم وما كتبغيش تحيد لكم من المرشم صافي. هنا درت هاد 2 شكيلات كما شفتوا معايا، درت هاد الشهده ودرت هذيك اللي خاويه. غادي نكورو عاوتاني ونديرو
على هذا الشكل كنستمروا حتى كنكملوا العجينه ديالنا كلها. هنا غادي ندير الشكل الثالث، غادي ندير الفرفاره، حيت راه فيها جوج، فيها الفرفاره وفيها الشهده، حتى هي كنديروا لها الدقيق ونطبعوها كتخرج لينا فرفاره بحال هكا، كتجي على هذا الشكل. هادو هما الشكيلات اللي حضرت بهاد العقده د اللوز، كيجيو غزالين، والاهم هما تخليهم يباتوا حتى كينشفوا مزيان، او تخليهم واحد 3 السوايع. انا هنا دخلتهم الفران غير تحمروا شويه، غير الذهبوا كما كتشوفوا معايا، وغادي نخرجوهم وندهنوهم بالناباج من الفوق او العسل. الا ما كانش عندكم العسل عفوا الناباج، دهنوهم بالعسل. انا هنا ذوبت شويه ديال العسل، سخنتها يعني ماشي ذوبتها، غير سخنتها شويه وبديت كندهن غير بالشيته. الا ما بغيتوش العسل وخفتوا من الحلاوه، ديروا الناباج باش كيعطينا داك اللمعان اللي كتجي الحلوه لامعه. صافي هنا كملت الحلوه ديالي على هذا الشكل. هنا درت واحد العقده، هنا درت اللوز افيلي مقلي، ودرت الكاوكاو، ودرت شويه د الناباج، شويه د الجليكوز، واحد حليواس ديال داك الفروي، وخلطتهم ودرت داك الحفيره. وهذه ديال الشهده درت ليها شويه ديال ورق الذهب، ودرتهم في الكويقطات على هذا الشكل. صراحه كيجيو رائعين وزوينين بزاف. والفرفره حتى هي الا بغيتو تذوقوها زوقوها، بغيتو تخليوها غير هكاك راه كتجي غزاله وكتجي رطبه، وكتجي هاد العجينه وهاد العقده رائعه. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه او هاد الشكيلات هادو توجدوا من العيد ديال الفطر ان شاء الله. وما تنساونيش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بارطاجيو الفيديو مع العائله والحباب والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. هذيك الفرفاره كما وريتكم انا درت فيها واحد الحليوات، الا ما بغيتوش ديروا حتى شي حاجه خليهم هكاك. انا غير كانوا عندي واحد الفانيت صغيور ديال الحلوانيت درتو في داك البليصه اللي خاويه، وهذا هو الشكل اللي جا رائع رائع باللوز افيلي والفواكه المعسله والكاوكاو او اي حاجه عندكم تعمروا بها، راه كتجي زوينه بزاف. وهذه الشهده حتى هي كتجي غزاله، والفرفره حتى هي. وهنا كنستفهم في السوبيره، كنقادهم في السوبيره بحال هكا. الا بغيتو ديروهم يعني ماشي في السوبيره، تخليهم في شي بلاصه راه ما كيوقع لهم والو، كتسدوا عليهم وتخليوهم بحال هكا. الحليوه راه كتبقى يعني شاده في راسها، كتجي رطبه ما كتيبش. هاد العجينه هذه حتى هي كتجي زوينه. ما قلت لكم تحضروها لعيد الفطر ان شاء الله، او للضيوف ديالكم او المناسبات. صراحه راه كتجي كتحمر الوجه، الصراحه كتجي زوينه بزاف، وكنتمنى تجربوها. وما تنساونيش التعاليق، والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.